هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 13 من مايو. كما عودناكم مستمعاتي ومستمعي الأكارم، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية لمقاومة فيروس كورونا. ويقدم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعة للحوار الدائر في الساحة حول الفرق بين المقاومة والمعارضة في مقالين. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. أسراب الجراد تهدد بمجاعة في القرن الأفريقي. عودة الهدوء التدريجي إلى مدينة كسلا. رئيس مدغشقر ينتقد منظمة الصحة العالمية لتجاهلها مشروب أنتجته بلاده لعلاج فيروس كورونا المستجد. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو بأن كل من الصومال وإثيوبيا وكينيا وإريتريا وجيبوتي ستواجه أزمة غذائية حادة بسبب أسراب الجراد التي تقضي على المحاصيل الزراعية المهمة للسكان. وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي بأن شبح الكارثة يتضاعف بسبب وباء كورونا المستجد وبقاء المواطنين في منازلهم، إذ حدت الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس من الجهود الجماعية المتخصصة للقضاء على أسراب الجراد. وقال التقرير بأن جيبوتي والسودان وإريتريا تواجه احتمالات نقص في الإمدادات الغذائية بسبب الأسراب التي كانت نفس المنظمة قد حذرت من انتشارها في شهر ديسمبر من العام الماضي. تفيد الأنباء الواردة من مدينة كسلا بأن الهدوء بدأ يعود تدريجيا إلى المدينة بعد الاشتباكات الدامية والتي أودت بحياة العشرات من البني عامر والنوبة. وأفادت صحيفة السودان تريبيون بأن الحكومة السودانية بدأت في نشر قوات من الجيش في المدينة لضبط الأمن، وذلك بعد أحداث العنف والتي يتهم فيها البني عامر الجيش بالتواطؤ مع النوبة الذين يشكلون أعدادا كبيرة من الجيش. وأشار شهود عيان من كسلا بأن مسلحين يستخدمون سيارات ودراجات نارية شهدوا وهم يطلقون النار على العزل في شوارع أحياء المدينة. وكان سكان مدينة كسلا قد أعربوا عن استيائهم البالغ من الحكومة في تعاملها مع الأزمة، حيث قال السكان بأن خطاب رئيس مجلس السيادة لم يرقى إلى مستوى الحدث وأن استجابة الحكومة جاءت متأخرة. وأشار صحفيون بأن جهات محسوبة على بقايا النظام السابق كان لهم دورا كبيرا في تأجيج الصراع القبلي في المدينة، ويطالب أهالي الضحايا بالعدالة الفورية من مرتكبي هذه الفظائع. نقل موقع بوابة أفريقيا الإخباري عن قناة فرنسا 24 بأن رئيس مدغشقر أندري راجولينا وجه انتقادات لاذعة لمنظمة الصحة العالمية بسبب رفضها الاعتراف بمشروب عشبي يقول الرئيس أن بلاده اكتشفت أن من شأنه علاج فيروس كورونا. وقال راجولينا في حوار مع قناة فرنسا 24: لو كانت دولة أوروبية هي من اكتشفت هذا العلاج لازالت كل هذه الشكوك. المشكلة أن هذا المشروب جاء من أفريقيا، وأن منظمة الصحة العالمية لا يمكنها قبول فكرة أن تكون مدغشقر واحدة من الدول الأكثر فقرا في العالم هي من اكتشفت تركيبة علاجية من شأنها إنقاذ العالم. وأضاف الرئيس قائلا عن فعالية المشروب: لوحظت تحسنا ملحوظا في صحة المرضى الذين تلقوا هذا العلاج بعد 24 ساعة فقط من تناولهم الجرعة الأولى، فيما لوحظ شفائهم بعد 7 أو 10 أيام. وشدد بالقول أن هذا العلاج طبيعي وغير سام. وفي شهر أبريل الماضي كشف الرئيس راجولينا عن مشروب عشبي أطلق عليه اسم كوفيد أورجانيكس، وصفه بالمشروب المعجزة، وقال أنه
يقي من فيروس كورونا ويعالجه، وأكد أنه وراء شفاء 105 مرضى أصيبوا بحالات كورونا في بلاده. في المقابل حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام هذا المشروب دون أي إشراف طبي، وقالت أنها لم تعتمد المشروب كعلاج للمصابين بكورونا، داعية لإجراء تجارب سريرية عليه. وكانت مدغشقر قد أعلنت أنها تبرعت بالمشروب العلاجي للعديد من الدول الأفريقية، وبعدها بأسبوع كشف الاتحاد الأفريقي في بيان صادر عنه أنه طلب من مدغشقر بيانات تتعلق بسلامة وكفاءة هذا العلاج العشبي. استمعتم مستمعي ومستمعات الأكارم إلى نشرة للأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أسراب الجراد تهدد بمجاعة في القرن الأفريقي. عودة الهدوء التدريجي إلى مدينة كسلا. رئيس مدغشقر ينتقد منظمة الصحة العالمية لتجاهلها مشروب أنتجته بلاده لعلاج فيروس كورونا المستجد. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وفيما يلي نقدم لكم إرشادات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله إياكم من هذا الوباء. هذه إذاعة إيرينا. مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات. هذه المرة سيداتي سادتي نتابع الندوة التي نظمها حزب الوطن الديمقراطي حادي يوم السبت 2 من مايو الجاري. شارك فيها نخبة من الأساتذة الأستاذ فتحي عثمان والأستاذ سنغال ولدة نسائي. تحدث الأستاذ فتحي في موضوع المعارضة الإريترية الإشكالية والحلول، وبدوره تحدث ولدة نسائي في موضوع العلاقات مع إثيوبيا المصالح والمخاطر. أدار وأشرف على الندوة باقتدار الزميل العزيز الأستاذ عبد الكريم مصطفى. نظمت الندوة أونلاين، تابعها المهتمون بالشأن العام. فمرحبا بكم سيداتي سادتي إلى برنامج متابعات. هذه إذاعة إيرينا. على خلفية وصدى الندوة كتب الأستاذ فتحي عثمان مقالتين وضح فيها أكثر ما ذهب إليه في رؤيته وورقته التي قدمها. المقال الأول جاء تحت عنوان قل مقاومة ولا تقل معارضة. الثاني روح الشعوب روح المقاومة، الخصوم والأعداء. في مقالته الأولى يقول الأستاذ عثمان: بعد ندوة السبت 2 من مايو الجاري التي نظمها حزب الوطن الديمقراطي حادي، وفي الجزء الذي تناول موضوع المعارضة الإشكالات والحلول، انصرف جزء كبير من انتباه المستمعين إلى جوانب التفكيك اللغوي على حساب الفكرة والمفهوم، مما دفع بعض الإخوة الحادبين إلى دفعي لكتابة هذا التوضيح لإزالة التلابس، خاصة وأنني لم أكن الضيف الوحيد في الندوة. أود الإيضاح بأن ما حاولت وكابدت من أجل توضيحه في الندوة لم يكن بأي حال من الأحوال الترف الفكري كما أسماه البعض، بل هو أمر في غاية الأهمية ويستدعي كل جهد مخلص في جلاء أبعاده وبيانها، وذلك لما يلي من الأسباب. هناك خلاف جذري بين مفهومي المعارضة والمقاومة، وهو خلاف حاسم وجوهري ولا يحتمل التجاهل أو التلاهي، ويشمل ذلك الخلاف مستوى الغايات والأساليب والنتائج. فعلى مستوى الغايات تعتبر المعارضة
شكل من أشكال المحافظة السياسية، لأنها تعمل مع من تعارضه وفقا لقواعد لعبة سياسية متفق عليها. فمثلا المعارضة في الديمقراطيات الغربية العريقة لا ترفض البناء السياسي القائم، بل تلعب ضمن شروطه الموضوعة سلفا، وهي بذلك تحافظ على بقاء المجتمع السياسي والمجال السياسي القائم. إذن المعارضة تكرس المجتمع والمجال السياسيين الموجودين سلفا. من ناحية مضادة، تهدف المقاومة إلى تغيير المجتمع السياسي القائم ومجاله عبر تغيير القيم السياسية والفاعلين السياسيين والاشتراطات البنيوية لقواعد اللعبة السياسية، وتغيير التفاعل المجتمعي بأشكاله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك عبر إعادة توزيع السلطة والثروة والموارد وفقا لقيم اجتماعية منتصرة وجديدة، والانحياز إلى المظلوم ضد المستبد. ويكمن في قلب هذه العملية مفهوم النفي التام للآخر المستبد. وبينما تعتمد المقاومة مفهوم النفي، تعتمد المعارضة على مفهوم الإثبات بتكريس قواعد اللعبة السائدة. والمعارضة الإريترية ترى نفسها مساوية أو أحق بالسلطة من الحاكم المستبد، أي أنها تعتد بمبدأ المساواة وليس بمبدأ إزالة الاستبداد. ومن الفروق الحاسمة أيضا، كما يقول الأستاذ فتحي عثمان في ورقته ومقالته، يقول إن المعارضة لا تكتمل دون القبول بالشروط الاقتصادية والاجتماعية والنظم السياسية القائم، إذ إنها تعتبر نفسها مساوية للخصم في لعبة التدوير السياسي الانتخابات، أي أن حزب العمال البريطاني مثلا يرى نفسا متساويا في الحق السياسي، إن لم يرى نفسه أفضل من نده حزب المحافظين، أي أن مبدأ المساواة مبدأ جوهري في حالة المعارضة. بالمقابل تستمد المقاومة شرعيتها من انعدام مبدأ المساواة وعزف الاستبداد. فبينما تتشمس المعارضة على شاطئ المساواة، تسعى المقاومة إلى خلق المساواة ذاتها، وشتان بين الهدفين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عليه فإن المقاومة، كما يقول الأستاذ فتحي عثمان في مقالته، عكسا تماما للمعارضة، تفترض أنه ليس هناك أي شكل من المساواة الاقتصادية والسياسية والثقافية في ظل الاستبداد، بينما في نفس الوقت تتمسك المعارضة بالمساواة القائمة، لأنها تحقق شروط لعبة المحافظة عبر معادلة حظوظ اللاعبين في المجال السياسي. وهذا يعني أن المقاومة فعل ثوري، بينما المعارضة فعل محافظ، حتى ولو رام حلول محل الحاكم المستبد، لأن الفعل المعارض محافظ بطبيعته. ويستطرد في مقالته فيقول: ويتضح هذا أكثر حينما نتبين أن المعارضة تسعى إلى تطبيق سياسات وفقا لنظام متعارف عليه وقواعد مساواة اللاعبين، سواء كان هؤلاء اللاعبين ممثلين لطبقات أو فئات اجتماعية، بينما تهدف المقاومة إلى هدم هذا البناء الاجتماعي والسياسي من أساسه، ذلك عبر تغيير الطبقات المستفيدة من التفاعل السياسي، الشعب ضد المستبد وأعوانه. تسعى المقاومة في المحصلة النهائية إلى خلق نظام اجتماعي وسياسي بعد مرحلة الاستبداد بما يسمح بالتعددية، وبما يسمح كذلك بظهور المعارضة كآلية للتدوير السياسي وفقا لمبدأ المساواة الذي كان معدوما في ظل الاستبداد. فبينما تهدف المقاومة إلى تغيير النظام من جذوره، تهدف المعارضة إلى تغيير اللاعبين فقط، إحلال الأحزاب محل الفرد المستبد بتمكينهم كرؤساء أو رؤساء حكومات. عليه فإن المقاومة تخلق معارضة، ولكن المعارضة لا تستطيع أن تخلق مقاومة. وكما ذكرنا في الندوة، فإن ذلك يؤدي إلى انكسار هيكلي. فالمعارضة حسب هذا التباين في الناتج تضع نفسها والمستبد على قدم المساواة في نفس المجال السياسي وشروطه، أي أنها تنوي فقط الاستيلاء على السلطة وإبعاد الحاكم المستبد، ثم بعد ذلك تضع خططها موضع التنفيذ
وهذا ما أدى في حالة المعارضة الإريترية بشكل خاص إلى ظهور حالة الإرجاء. وبموجب هذه الحالة تؤجل المعارضة الحالية حل كل المسائل الحاسمة التي تعني الشعب إلى مرحلة ما بعد الاستيلاء على السلطة، أي أنها تريد تنفيذ برنامجها الانتخابي بعد الفوز على الطاغية. وهذا هو الجواب على غياب دور الشباب والمرأة والعمال في المعارضة الحالية، لأن الاستيلاء على السلطة لا يحتاج إلى هذه الموارد البشرية الثمينة، فقد تحققه المنية والموت كما نرى هذه الأيام. ووفقا لهذا الفهم المعارض فإن المهمة الوطنية الأساسية هي الجلوس على عرش الدكتاتور واستخدام عصا السلطان السحرية في معالجة مشاكل الشعب مستقبلا. فبينما تطلب المقاومة الوطن، تطلب المعارضة السلطان، وهذا ليس فرقا يمكن الاستهانة به أو التقليل من شأنه. هذه إذاعة إرنا. ولأن المقاومة تريد الفوز بالوطن الكنز، فإنها تبني قواعد الشباب والمرأة والمجتمع المقاوم من أجل إزالة السلطة من جذورها، وليس الحصول عليها كغنيمة لحرب سياسية. هذا يعني تقديم خيار مجتمعي جديد يخلق مجالا سياسيا جديدا بالضرورة. فهدم القيم لا يتم دون بناء السواعد. من هنا تبني المقاومة السواعد من الآن، بينما لا تحتاج المعارضة لهذه السواعد، لأن الفوز بالسلطة ليس مكلفا مثل الهدم والبناء من جديد. بالنسبة للمقاومة الحقيقية الهدف هو إبدال القيم المجتمعية والمجال السياسي التابع للقيم الاستبدادية البالية، وإعادة توزيع الثروة والسلطة والموارد بناء على قيم جديدة. ويثير هذا التمايز الجوهري سؤالا طالما تردد في الأذهان، وهو: لماذا لا يستطيع المواطن الإريتري التمييز بين اسم وبرنامج حزب سياسي معارض وآخر؟ الإجابة على هذا السؤال كما يرى الأستاذ فتحي عثمان، الإجابة على هذا السؤال توضح الفرق الحاسم بين المعارضة والمقاومة. ففي الوضع الراهن لا يستطيع المواطن الإريتري التمييز بين حزب وآخر، سواء في الاسم أو البرنامج أو الهدف، بسبب أن كل الأحزاب تريد إريتريا ديمقراطية، وكلها تريد إريتريا فيها العدالة والمساواة إلى آخره من كل الشعارات المتشابهة، بالضبط مثل ما يريد الحزب الديمقراطي ومثله الحزب الجمهوري أمريكا قوية وشعب أمريكي مزدهر، ومثلما يرى حزب العمال والمحافظين في بريطانيا عظمى اسما وفعلا. وهذا التطابق يعزى إلى أنه في حالة المعارضة يرتدي الجميع نفس الأزياء مع تغيير الألوان فقط، ولكن عند المقاومة تتباين المطالب الرادياليكية، فتتضح الخطوط الفكرية الفاصلة بين كل حزب وآخر. والأحزاب الإريترية الحالية ارتضت حالة المعارضة بكل رهاناتها الحالية والمستقبلية، فأصبحت للمواطن كوجوه العملة الواحدة، مهما قلبتها فأنت دوما تمسك بنفس العملة دون تمييز. زبدة القول كما يرى الأستاذ فتحي عثمان أن ما يحدد كونك معارض أو مقاوم هو فهمك لطبيعة الاستبداد وتحديد دورك في مقاومته. ونتاج 30 عاما من العمل المعارض خير بيان وبرهان. فهل سيتم الانتقال من طور المعارضة إلى طور المقاومة؟ ليست فيما نحسب أن هذه الفروقات الجذرية أمرا يستهان به ويتم تجاهله، ولمثل هذا وجب الكلام الدال والمداد المسال. وختم مقالته الأولى بالقول: ومن يحسب أو تحسب أن هذا ترفا فكريا عليه أو عليها عدم تجشيم نفسها عناء قراءة هذا المقال والانصراف إلى ما هو أنفع. ونقول نحن الانصراف والاستماع إلى ما هو أنفع وأجدى. شكرا لك الأستاذ فتحي عثمان على هذه الإيضاحة القيمة والنبيلة. لازلتم سادتي مع إرنا ومزيد من المقالة التي كتبها الأستاذ فتحي عثمان تحت عنوان روح الشعوب روح المقاومة. إرنا الإذاعة الدولية.
هذه إذاعة إرنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة إرنا الدولية. نأتي إلى المقالة الأخيرة التي كتبها الأستاذ فتحي عثمان تحت عنوان روح الشعوب، روح المقاومة، الخصوم والأعداء. يقول في مقالته أو في مستهل المقالة: اقتضى ابتداء الحديث عن الفرق بين المعارضة والمقاومة توصيل الحديث إلى منتهاه، عسى أن ينال الكلام المرام. وفي بيان الفرق اليوم بين المعارضة والمقاومة مرة أخرى نستحضر الثنائيات المتضادة والكاشفة، إذ بضدها تتميز الأشياء. يقول الأستاذ عثمان: نمت لدي قناعة ما لبث تلك القناعة تحولت إلى شبه يقين، مؤداها أن المناضل الراحل أحمد ناصر لو تسنى له حكم إريتريا لقاد فيها حكما ديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان ويطبق القانون وتسود فيه العدالة، أي تسود فيه العدالة، وذلك لعدة أسباب. فالرجل رحمه الله كان مقاوما للاستعمار، وقيمه السياسية التي ناضل من أجلها تناهض الاستعمار والاستعلاء معا، ولم يتراخى في النضال من أجل قناعاته وحقوق شعبه. دفع الرجل ثمن نضاله نفيا واقترابا، مجازا وحقيقة. فالمستبد الذي نفاه من الأرض التي قاتل من أجلها لم يتردد في توجيه طلقة الموت إلى صدره فعلا في الثمانينيات، ومجازا في التسعينيات وبعدها. إذن علاقة أحمد ناصر مع الحاكم المستبد في أسمرة لم تكن علاقة يحكمها مفهوم المعارضة، أي علاقة خصوم سياسيين، بل هي علاقة عداء تأكيدا من وجهة نظر المستبد، لأن كلمة الخصم في اللغة الإنجليزية تأتي من الجذور اللاتينية التي يفيد معنى مقترح بكسر الراء، مقترح، وهو الذي يتقدم باقتراح في مناقشة وليس في معركة. وأحمد ناصر لم يكن خصما سياسيا في سياق معارضة لإسياس أفورقي، بل عدوا له على الأقل من وجهة نظري، أي نظر الأستاذ فتحي، ومن وجهة نظر إسياس أيضا، لأنه ناصبه العداء وليس التعارض، ولأن كلاهما ينحاز إلى قيم متعادية بالضرورة، وهي قيم الخير مقابل قيم الشر. وتأسيسا على أرضية هذا العداء، فإن المقاومة ضد الاستبداد هي مقاومة هدفها الاجتثاث، إذ لا يمكن أن يتساوى المناضل والمستبد، فكلاهما ينفي الآخر وليس يخاصمه بحسب تسوية سياسية. هذا العداء هو الذي جعل المقاوم أحمد ناصر يدفن في بلاد الجليد وليس في الأرض التي ناضل من أجلها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. فالمعارضة هي خصومة سياسية، بينما المقاومة مبدأ استئصال. فبوريس جونسون لا يستطيع نفي جيريمي كوربن، ليس لأن الأعراف الديمقراطية لا تقبل ذلك فقط، بل لأن العلاقة بينهما ليست علاقة عداء، بل هي علاقة خصومة سياسية في سياق معارضة وليس في سياق نفي واجتثاث حسب قواعد المقاومة السياسية. إذن علاقات العداء هي المحدد في حالة المقاومة، بينما الخصومة السياسية هي المحدد في حالة المعارضة. وتحت عنوان فرعي التسوية والتضحية، يقول الأستاذ فتحي عثمان في مقالته: لماذا يحتفي الشعب الإريتري ببطولة عواتي ومفاخر العمليات الفدائية أثناء فترة النضال المسلح ومجموعة ال15 الإصلاحية ومفخرة مدرسة الضياء الإسلامية؟ ببساطة لأنها هذه المفاخر والمآثر هي من أعمال المقاومة وليس من أعمال المعارضة. وما يميزها من أعمال المعارضة هو أن مفهوم التضحية يحتل القلب منها. أبطال هذه المآثر الوطنية وقفوا ضد الطغيان بالرأي قبل السلاح، بينما تعتمد المعارضة على مكسب التسوية السياسية كانتصار كبير تضع المقاومة التضحية على رأس أولوياتها وتعرف أنه ثمن التغيير.
وهذا فرق حاسم ويستطيع لوحده أن يرجح كفة العمل المقاوم. وبينما تتم التسويات السياسية في المؤتمرات تبذل التضحيات على أرض الواقع. لذلك تركن المعارضة إلى تقليد المؤتمرات كإرث سياسي وليس على التضحيات، لأن التضحيات سمة المقاومة والتسويات سمة المعارضة. وتقوم التسوية على نوع من أنواع القبول بالآخر كما هو الحال في الديمقراطيات البرلمانية، ولكن العداء بين المقاومة والاستبداد لا يقوم على التسوية بل على التضحية، لأن أساس العلاقة ليس الخصوم السياسية بل هو العداء السافر وغير المخاتل. وتحت عنوان فرعي آخر، الاسم والفعل، يقول الأستاذ فتحي عثمان: هل يعني تغيير الاسم تغيير الفعل؟ أي إذا غيرنا الاسم من معارضة إلى مقاومة هل يتغير الحال؟ الحقيقة أنك لو ألبست الضبع فروة الأسد فإنه لا يتحول إلى سبع. تغيير اسم المعارضة بين ليلة وضحاها إلى مقاومة لا يعني أنك نقلت إليها الروح، فليست الأسماء هي التي تميز بل الأفعال. على سبيل المثال، العمل المناوئ ضد الاستبداد يسمى باللغة التيغرينية تقاومو، والفاعل تقاوماي. ولكن هل هذا غير واقع المعارضة الناطقة بالتيغرينية ضد حاكم أسمر في 30 عاما الماضية؟ العبرة ليست في الاسم والمسمى بل هي في الجوهر وفي الروح. تحت عنوان فرعي آخر، المستعمر والمستبد، يقول الأستاذ فتحي عثمان: يحصر البعض مفهوم المقاومة في العمل العسكري المسلح وضد المستعمر تحديدا. من يظن ذلك كيف يفسر مجزرة معاقي حرب التحرير في محابار أو ماي حبار كما ينطقها الناس؟ وكيف يفسر مقاومة مجموعة ال15؟ وكيف يفسر انتفاضة مدرسة الضياء الإسلامية؟ وعلى مستوى العالم كيف يفسر نضال المهاتما غاندي ضد بريطانيا؟ وكيف يفسر نضال مارتن لوثر كينغ ومالكوم إكس من أجل الحقوق المدنية للسود؟ ما عدا مقاومة غاندي الذي لم يحمل كلاشنكوف كانت ضد بريطانيا المستعمرة، فإن كل البطولات المذكورة كانت ضد سلطات قمعية محلية. ثم أخيرا، كيف يفسر صاحب فهم أن المقاومة ضد المستعمر فقط نضال الشعب الكوبي ضد الدكتاتور فولجيسينيو باتيستا؟ هل كان حاكم كوبا الذي قامت ضده الثورة الكوبية مستعمرا أجنبيا؟ بالقطع لا، بل كان حاكما وطنيا مستبدا قمع ثورة الطلاب الكوبيين بالحديد والنار، مما دفعهم إلى خيار حمل السلاح في جبال السيسرا مايسترا. إذن لا يشترط أن يكون الاستبداد استعمارا حتى يستحق المقاومة. في إحدى المرات، كما يقول أستاذنا فتحي عثمان، في إحدى المرات مثل أمام قاضي إثيوبي في إريتريا شاب إريتري تم أسره في مواجهة مع قوات العدو الإثيوبي في العاصمة بعد إصابته بجرح بليغ. وبعد انتهاء فترة علاجه في السجن وقف أمام القاضي، فوجده القاضي شابا لم يصل 20 من عمره، فقال له: أنت حملت السلاح ضد الدولة وهذه جريمة كبيرة، وعثر على السلاح بحوزتك، والقانون ينص على الحكم عليك بالإعدام، ولكن لأنك صغير في السن فسوف أحكم عليك بالسجن 5 سنوات، تخرج بعدها إلى الحياة ويتقوم سلوكك ومسار حياتك. هذا قاضي في محكمة تمثل الاستعمار وليس قاضي في محاكم إريتريا اليوم. فهل وقفة الشهيد الراحل أحمد شيخ فرس رحمه الله أمام قاضي، أو وقف الشهيد الراحل الحاج موسى محمد نور أمام قاضي رغم كبر سنهما، ربما لو مثلا أمام سلطة استعمارية لحصلا على محاكمة عادلة، ثم يقال لك بعد هذا العسف المؤسس إن المقاومة ضد الاستعمار فقط، ألا يدعو هذا الاستبداد إلى المقاومة؟ أم أن لون المستبد يجب أن يكون أبيضا حتى أقاومه؟
الخوف والإرادة السياسية. هذا عنوان فرعي، لكن نتوقف ونستميح أستاذنا فتحي عثمان أن نتوقف عند هذا لأن زمن البرنامج قد انتهى وهو الأعلم بذلك. سيداتي سادتي، كنتم مع حلقة في برنامج متابعات. الشكر الجزيل للأستاذ فتحي عثمان على مقالتين القيمتين. وليت القوم يسمعون، وبعد أن يسمعوا يفهمون، وبعد أن يفهموا ينفذون ويلجؤون إلى الفعل المقاوم. كنت معكم في التقديم محدثكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحيات زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.